العدس. يا جماعة الشر، الكادر عندنا قال ليك حنا قوة ضريبة وحنا مضاربين غير مع اللوبيا والعدس. كيفاه يخلق لي أزمانة في اللوبيا والروز والعدس؟ هذه مقصودة. حضرات النيفو هبطوا لنا الكادر، فضيحة اللوبيا والعدس ما بغاتش تجوز، العالم كله باقي يعاود على اللوبيا والعدس اللي معصبة الكادر. بوب اللي حكموا الكادر راهو يخرجها منه لوبيا وعدسة عدسة. والله العظيم اقسم بالله يا اللي حكمته اني ندم على النهار اللي زاد فيه. اول خطره نشوف في العالم رئيس يهدد ويقول اللي نحكموا ان ندموا على النهار اللي تزاد فيه رئيس مافيا ويدوي باسلوب افضل. الرئيس نتاعنا راهو بنكهه بائع السجائر افسيدي الهواري. ها عمري ولا شفت رئيس يشكي للشعب ويهدد فيه. الكادر كان لازم يكون شاف كويزين يحسن. هذا راهو رئيس المواد الغذائية، الخطاب الجاي يخرج للإعلام يعطينا طريقة تحضير العدس باللوبيا. رؤساء العرب لازم ينصحوا رئيس يفتح قناة طبخ ويتنحى من الرئاسة. حضرات اللقاء الجاي باينة غيدوي على الحمص والمقدونس والنعناع. قريبا سيضيف وزارة جديدة نتاع البقوليات ووزارة أخرى اسمها يحكمك الكادر يندمك. أرانا عندنا أزمة الماء، المواطن توصلوا قطرة بعد سمانة، واخا تكون اللوبيا موجودة وين راح يرقدها؟ بوب الجزائر لا تخلق فرص العمل لكنها تخلق العداوة مع كل الجيران. حضرات رانا في مشكل كبير مع الدول كاع اللي عندنا معها الحدود. المغرب رانا قاطعين معاهم العلاقات، مالي نايضة عندهم حرب مع الارهابيين، النيجر وقع عندهم انقلاب، ليبيا القضيه نتاعها راكم عارفينها كي دايره. جوج بلدان اللي عندنا معاهم اصغر حدود تونس وموريتانيا جايين في الطريق يقادوا العلاقات مع اسرائيل. اش راح نديروا؟ يا قلتوا لي قيس السعيد في جيبنا وديالنا، ايوا راهو دوكا راح يطبع مع اسرائيل. شنو نهزوا ارضنا ونحطوها في موقع جديد؟ يا خلا دار شركم تمن اسبانيا قطعنا معها العلاقات وفرنسا غاضبه على الكادر، نوليو محاصرين بالاعداء جنوبا وشمالا وجينا في الوسط يا محاينكم. حضرات خاصنا نحطوا الجيش في جميع الحدود نتاعنا. يا خلا دار شركم الأسلحة اللي عندنا راهي تصلح للسينما ماشي نتاع الحرب. عندي لكم واحد الحل واعر، نطبعوا مع إسرائيل قبل منهم. إسرائيل تطبع مع كل شيء إلا معانا. عندي حل، نبدلوا اسم الدولة ونبدلوا الكادر ونبداو صفحة جديدة مع قاع الدول. ومن اللي ما تنجموش العداوة اللي راكو تخلقوها. الجزائر هي أقوى دولة في اللوبيا والروز والعدس.